وبيقرر ان هو ياخدها مكان سيندي. وهيبتدي هنا يحكي لها حكاية سيندي انها قتلت بنته، وان هو كان شايف من العدل انها زي ما قتلت بنته انها في نفس الوقت تجيب له بنت تانية، وطالما انها ماتت يبقى هي لازم تبقى مكانها. وهيبتدي ان هو فعلا يعمل لها تحقيق مجهري عشان خاطر تجيب له البنت اللي نفسه فيها. وقال لها بعد ال9 شهور زي ما كان واعد سيندي هيسيبها هي كمان. هنلاقي ان اليكس فاق من مكانه، ولكن الراجل الكفيف كان بيجهز نفسه عشان يبتدي العملية بتاعته. وطبعا روكي بتصرخ بأعلى صوت، وفي نفس الوقت الراجل الكفيف واقف ومستمتع بالصراخ بتاعها. لكن قبل ما يبتدي العملية بتاعته هنلاقيه ان هو في ظهره بيتم ضربه، وان اللي ضربه هو أليكس. ضربه ضرب شديد جدا خلاه اغمى عليه، وبيفك روكي وبيربط الراجل الكفيف مكانها بالكلبشات، وبياخد روكي وبيقول لها ان احنا لازم نخرج من هنا ولازم نسيبه. والاتنين بيخرجوا بياخدوا شنطة الفلوس وبياخدوا كمان جهاز الانذار. وقبل ما يخرجوا من الباب في اخر لحظة هتتفاجئ روكي ان الراجل الكفيف فاق وفك الكلبشات وضرب نار على أليكس وموته. وقدر فعلا ان هو يضربه بالمسدس بتاعه عشان تفتح روكي الباب وتجري باقصى سرعة، وخايفة تبص وراها من الخوف. وفجأة بتقف وبتقول للراجل الكفيف انت مالكش اي لازمة هنا، عشان الكلب بتاعه يجري وراها. وقبل ما يوصلها كانت روكي وصلت فعلا للعربية، وفي النهاية بعدته عنها ودخلت العربية وفرحانة جدا ان الكلب مش هيقدر يوصلها. لكن شنطة الفلوس نسيتها بره والكلب واقف على العربية. بتفكر في حيلة ذكية تعملها، فتحت الشنطة بتاعة العربية عشان تجذب الكلب جواها، وفعلا الكلب بيدخل وبتقفل عليه الشنطة دي عشان تبعده عنها. وبعد ما قفلت الابواب واطمنت ان الكلب بقى موجود جوه بتخرج بعد التعب عشان تاخد الشنطة اللي فيها الفلوس. لكن اتفاجئت ان الراجل الكفيف كان موجود وراها وبيمسكها من شعرها وبيجرها تاني ناحية البيت والدم بينزل منها. وبعد ما بتدخل البيت بتلاقي جهاز الانذار موجود جنبها وبتشغله عشان الشرطة تيجي. وفي الاخر الراجل الكفيف الانذار اثر عليه، وبتقدر هنا روكي انها تضربه. طبعا الكفيف مش مركز عشان صوت الانذار عالي جدا، وروكي في النهايه بتضربه ضربه شديده وبتزقه وبتوقعه في القبو. وافتكرت ان هو مات وهي بتبص عليه وهي منتصره. وفي النهايه بتقرر انها تخرج من البيت وتنفد بحياتها، وخدت شنطة الفلوس وجرت قبل ما عربية الشرطة توصل البيت. ولا ان عربية الشرطة وصلت وروكي وبنتها قاعدين في المحطة بتاعة القطر عايزين يروحوا لوس انجلوس. لكن اتفاجئت بنشرة الاخبار بيذيعوا الخبر بتاع الراجل الكفيف وان في لصوص هجموا عليه. لكن الراجل الكفيف ده لسه عايش وبيعاني بس من بعض الجروح وما بلغش على اي حاجة اتسرقت منه. وفي النهاية روكي وبنتها بيتجهوا ناحية القطر وفاكرين ان الموضوع انتهى. ودي تبقى نهاية الجزء.